مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في الجزء الثاني من موضوع التنشئة والنوع الاجتماعي. اليوم غيت نبدا من السؤال اللي خاصو يطرح قبل أي نقاش: شنو هو الجندر؟ حيت بزاف ديال الناس كيهضروا عليه ولكن بلا تعريف واضح، وهذا الشيء كيدير الخلط وكيخلق الخوف. الجندر أو النوع الاجتماعي ماشي هو الجنس. الجنس هو ذكر أو أنثى، هذا معطى بيولوجي كتزاد به، ما عندك فيه اختيار. أما الجندر فهو كيفاش المجتمع كيشوف هاد الذكر وهذه الأنثى، شنو كيتسنى منهم، شنو الدور اللي خاصهم يلعبوه، وشنو الصفات اللي خاصهم يتحلوا بها، وشنو المسموح وشنو الممنوع. يعني الجندر ما كيتزادش معانا، كنكسبو بالتربية، بالثقافة، بالعادات وبالكلام اليومي. الجندر خرج حيت الواقع كيبين أن كاين ظلم ماشي صدفة، كيتعاود عبر التاريخ وكيضرب بالأساس النساء، ولكن حتى الرجال بطريقة أخرى. النساء كيشتغلوا بزاف في الدار، في الخدمة، في الاقتصاد الغير مهيكل، ولكن ما كيتخلصوش بحال الراجل، ما عندهمش نفس السلطة ولا القرار. والفقر في العالم عنده وجه أنثوي، والسلطة عندها وجه ذكوري. هادشي ما يمكنش يتفسر غير بالذكاء ولا بالقدرات، ولكن ببنية اجتماعية كاملة. دابا نوصلوا للذكورة والأنوثة. الذكورة والأنوثة ماشي هما ذكر وأنثى، ولكن صفات نفسية وسلوكية لصق المجتمع بكل جنس. الذكورة في الثقافة التقليدية كترتبط بالقوة، السيطرة، العقل، الحزم، القيادة، الصمت العاطفي. والأنوثة كترتبط بالعاطفة، الحنان، الطاعة، الصبر، التضحية، الاحتواء. المشكل ماشي في وجود هاد الصفات، المشكل أن المجتمع عطى قيمة أكبر للذكورة واحتقر الأنوثة. لا راجل كيساوي القوة والقيمة، والمرأة كتساوي الضعف والتبعية. هاد التقسيم ما جاش من البيولوجيا، العلم كيقول بأن الدماغ ديال الرجل والمرأة متقارب بزاف، والاختلافات الفردية داخل نفس الجنس أكثر من الاختلافات بين الجنسين. يعني ما كاين حتى دليل علمي كيقول أن الرجل عقلاني بطبيعته والمرأة عاطفية بطبيعتها. هاد الشي تعليم اجتماعي. التربية هي المصنع ديال الجندر. منين كيتزاد الطفل الولد كيتقال ليه ما تبكيش، كون راجل، شد راسك، خاصك تكون قوي. والبنت كيتقال ليها عيب، صبري، انت ضعيفة، انت خاصك تتحملي. وبهذا كنصنعوا رجل مقموع عاطفيا وامرأة مقموعة وجوديا. الرجل كيكبر هو ما عارفش يهضر على مشاعره، والمرأة كتكبر وهي حاسة بالذنب إلا بغات تكون قوية. ومن هنا كنمشيو لأول عنف خطير، هو الحرمان من التعليم. منع أو تهميش تعليم البنات واحد من أخطر أشكال العنف. المرأة اللي ما تعلمتش ما تقدرش تفهم حقوقها وما تقدرش تدافع على راسها، كتخاف تهدر وكتولي قابلة للسيطرة. ومن بعد كيجيو يقولوا المرأة ضعيفة، ولكن هما اللي صنعوا هاد الضعف. التعليم ماشي غير قراية، تعليم وعي، صوت، وجود. ومن بعد كاين الزواج المبكر. طفلة كتدخل للزواج قبل ما تبني ذاتها، قبل ما تعرف راسها، وقبل ما تكون واعية. كتولي زوجة وأم وهي مازال طفلة نفسيا، كتخضع للزوج، للعائلة، للمجتمع، وكتعيش واحد الحياة اللي ما اختارتهاش. الزواج المبكر ماشي قدر، هو نتيجة ثقافة كتشوف المرأة غير كجسد ووظيفة. كاين حتى صراع المرأة مع المرأة، وهاد النقطة مهمة بزاف. المجتمع الذكوري ما كيستعملش غير الرجال باش يفرض القيم ديالو، ولكن حتى النساء. المرأة الكبيرة كتراقب الصغيرة، كتقمعها، كتقول لها عيب وحرام، كتولي بحال شرطي ثقافي. ومن بعد كنقولوا الغيرة طبيعة نسوية، ولكن الحقيقة هي أن هذا الصراع مزروع، حيث المجتمع كيعطي قيمة للشباب والجمال، وكيخلق خوف عند المرأة الكبيرة من التعويض. هذا الصراع ماشي طبيعي، هذا صراع مصنوع. دابا نوصلوا لموضوع العنف الرمزي والاقتصادي. اليوم العنف تبدل الشكل ديالو، ما بقاش غير الضرب ولا السب، ولا ضغط نفسي، ضغط على الجسد، على الجمال، على الشباب. الاقتصاد كامل كيربح من خوف المرأة من الشيخوخة ومن فقدان القبول. كتولي المرأة مستهلكة أكثر من كونها صاحبة قرار.
وهنا كنقربوا الموضوع حساس: اضطراب الهوية الجندرية. خاصنا نكونوا واضحين: الاضطراب ماشي أنك تكون مختلف ولا أنك ما تعجبكش القوالب التقليدية. الاضطراب كيوقع من الإنسان يعيش صراع عميق بين الإحساس الداخلي ديالو وبين الصورة اللي المجتمع فارضها عليه. ولد حساس في مجتمع كيقدس القسوة، أو بنت قوية في مجتمع كيقدس الطاعة، كيدخلوا في صراع: نكون راسي ولا نكون مقبول. هاد الصراع المستمر يقدر يولد تشوش في الهوية، ماشي حيت الشخص مريض، ولكن حيت المجتمع خانق. الجندر الصلب اللي ما كيقبلش التنوع هو اللي كينتج الاضطراب، ماشي الحرية ولكن القمع. منين المجتمع كيسمح غير بنموذج واحد للذكورة ونموذج واحد للأنوثة، أي خروج عن هذا النموذج كيتحول لمأساة نفسية. الدين حتى هو خاصو يتحط في السياق ديالو. الدين ما قالش المرأة ناقصة وما قالش المرأة أقل، ولكن بعض التأويلات البشرية المتأثرة بالثقافة الذكورية استعملت الدين باش تبرر السيطرة. خاص نفرق بين النص المقدس والتفسير البشري. في الواقع المغربي كنشوفوا هاد الشي في الأمثلة، في الهضرة اليومية، في التربية، في القوانين، في النكت، في اللغة حتى هي ما بارئاش. اللغة كتشكل الوعي، ومنين كنغيروا الوعي كيبداو نغيروا الواقع. وفي الأخير خاصنا نوصلوا لخلاصة واضحة: الجندر ما جاش باش يهدم المجتمع، جا باش يفضح الظلم. الذكورة والأنوثة ماشي عيوب، ولكن مني كيتحولوا لسجون كيوليو مرض. الإنسان خاصو يكون كامل، قوي وحساس، عقلاني وعاطفي، بلا ما يتحاكم بالجنس ديالو. هاد الهضرة ماشي ضد الرجل وماشي ضد المرأة، ولكن ضد نظام قديم كيبني القوة على القمع، والتحرر الحقيقي كيبدا بالوعي. ما تنسوش جيم، بارطاج، كومونتير وابوني باش يوصل لوعي جميع الناس.